دايما كده في أسئلة وشكاوي بتبقى ليها طابع كده خاص عندنا احنا كدكاترة التغذية، زي ما يجي حد يقول لك بص يا دكتور، انا ما بقدرش امارس نشاطات، ما بقدرش ازق، ما بقدرش امسك، ما عنديش قدرة على ان انا اباشر عملي بصورة كويسة، دايما عندي ارق ودايما عندي خمول وتعب. هل ده ليه دلالة في التغذية؟ ليه دلالات كتيرة جدا، اولها الفحوصات بتحدد لي لو كان في خلل عضوي. لكن هل في أكلات بتدعم الطاقة؟ في أكلات فعليا مش بس بتدعم الطاقة، لا كمان دخلت في صناعة المكملات الغذائية اللي بتدعم الطاقة. دواء إيه الحاجات دي؟ هنتكلم النهاردة عن 5 حاجات. رقم 1 الأشواجندا. الأشواجندا ممكن ناس كتير قوي ما تسمعوش، لكنه حاجة من الحاجات اللي كمان في بعض الماركت دلوقتي بيقدموا وبيعملوا تسويق كحاجة من الحاجات الداعمة بصورة كبيرة جدا للطاقة. رقم 2 المكروت او اللي احنا بنقول عليه الجينسينج، تمام، من الحاجات القوية والمهمة، واللفظ ده الصيادلة كتير بيسمعوه. الجينسينج فعلا بيقدم طاقة مهمة جدا للجسم. رقم 3 الريحان. الريحان مش بس فليفر او طعم بتحط على الاكل، لا كمان بيقدم وبيساعد على الطاقة. رقم 4 المشروم او عيش الغراب، من الحاجات اللي بتساعد الجسم بصورة كبيرة جدا. رقم 5 الكركم. الكركم ده كنت عملت له حلقة كاملة مع رضوى الشربيني وقلت عليه ده سحر، فعليا بيقدر يدعم الجسم بصورة كبيرة جدا. ال5 دول مهمين، ركزوا عليهم، اكتبوهم، وهعمل لكل واحد حلقة نتكلم عن مميزات. يومكم زي الفل.